أول درس توحيد مع أصول الدين أولى إعدادي يا حبايب قلبي يا دكاترة ويا أطباء إن شاء الله يا رب ومهندسين. أول درس هناخده النهاردة واللي هو مبادئ علم التوحيد. التوحيد سهل جدا جدا يا جماعة، دخلوا الإعدادي ما تخافوش، إن شاء الله هشرح لكم برضو كل المواد بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا بقى. أول حاجة مبادئ علم التوحيد، في شوية حاجات كده لازم نعرفها في علم التوحيد، لازم نعرفها في علم الإيه؟ طيب أول حاجة بنقول عرف علم التوحيد. أنت مسلم صح كده؟ وبتقول أشهد أن لا إله إلا الله. طب لما ندخل في التوحيد يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه توحيد، يعني أن الله إيه؟ واحد، ربنا إيه؟ هنا الناس بقى النحويين، الناس اللي هم بتوع النحويين والناس اللي هم بتوع اللغة والناس اللي هم بتوع الفقه وأصول الدين قالوا حاجة، قالوا إحنا في التوحيد في اللغة عند أهل اللغة، التوحيد عند أهل اللغة وعند أهل الاصطلاح. التوحيد في اللغة قالوا إيه؟ العلم بأن الشيء واحد. التوحيد إيه؟ العلم بأن الشيء واحد. وقلت لك كذا مرة العلامة الحمراء اللي أنت شايفها دي اللي هي واحد، دي العلامة دي معناها إن في تحت ملحوظات، خلي بالك منها، ملحوظة رقم واحد. وخلي بالك لما أقول لك التوحيد في اللغة يعني عند أهل اللغة، عند أهل الإيه؟ أهل اللغة قالوا إيه بقى؟ قالوا العلم لازم تبقى عارف إن الشيء إيه؟ واحد. يبقى معنى التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد. التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد. وكرر مرة في التانية في التالتة لحد ما أكون هضمتها أصلا كلها. يبقى التوحيد في اللغة العلم بأن الشيء واحد. لو أنت حفظتها ما تنساش اللايك والشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا نكمل. طيب في الاصطلاح بقى يا جماعة، اصطلاحا دي لو نزلت تحت رقم واحد برضو التعريف اللي اتفق عليه مين؟ العلماء. اتفق عليه ايه؟ مين العلماء بقى؟ علماء المادة دي اللي هي مادة ايه؟ التوحيد. يبقى التعريف في اللغة عند أهل اللغة، في الاصطلاح يعني عند أهل التوحيد، عند أهل الايه؟ إيه؟ أهل التوحيد لغة ايه؟ العلم بأن الشيء واحد. تاني كده يا مس. العلم بأن الشيء واحد. عايز تحفظ مواد الشرعية تبقى فيها زي الفل، لازم تكرر، كتر تكرارك للمعلومة تبقى زي الفل فيها. طيب في الاصطلاح ركز معايا بقى. علم التوحيد علم يبحث في بيان، ها معايا عد معايا، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق مين؟ الله تعالى. طيب في رقم 2 اهي، يبقى ننزل تحت اهي، ده اللي هو عايز يقول لك ايه؟ ده اللي هناخده في دراسة هذا المبحث في حق الله وفي حق الرسل، ده الحاجات دي كلها تحت. يعني انا عايزه اقول لك بس ان رقم 1 و2 دي هتلاقيها ايه؟ تحت. يبقى في الاصطلاح علم التوحيد علم يبحث في بيان ما يجوز وما يستحيل في حق الرسل، وما في حق الله الأول، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل. بس اقف بقى. وبيان الأمور السمعية، الحاجات اللي احنا سمعناها بس وأمنا بها، وأمنا إيه؟ بها، التي لا تثبت إلا بالأخبار منين؟ مين اللي خبرنا بيها؟ الرسول خبرنا بها إزاي؟ جدعان. يبقى في اللغة علم توحيد علم يبحث في بيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق مين؟ في حق الله تعالى، وبعدها في حق مين تاني؟ وبيان الأمور الإيه؟ السمعية التي لا تثبت إلا بالأخبار من مين؟ من الرسول، اعتمادا على إيه؟ على الوحي. تيجي في الامتحان بالأخبار من مين؟ اعتمادا على إيه؟ طيب يبقى التوحيد في اللغة العلم بأن الشيء واحد. في الاصطلاح قال لك ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق مين؟ الله وفي حق الرسول. اختصر ما تقولش كل دول. ومن بين الأمور الإيه؟ السمعية التي تثبت إلا بالأخبار من الرسول اعتمادا على الإيه؟ على الوحي. وكده يبقى خلصنا أول حتة. خلاص يبقى احنا كده خدنا الجزء الاولاني، عارف في التوحيد لغه واصطلاحا، او ممكن يجيب لك لغه وشرعا برضه مفيش ادنى مشكله فيها. خلاص طيب نخش بقى على النقطه الثانيه، ايه النقطه الثانيه دي؟ بتقول موضوع علم التوحيد. علم التوحيد اصلا كله بيتكلم على ايه؟ ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل، والسمعيات اللي اخبرنا بها مين؟ النبي. زي ايه يا جماعه؟ البعث والحساب والثواب والعقاب، وايه تاني؟ والجنة والنار، سؤال القبر ونعيم وعذاب، وكل الحاجات دي هل احنا شفناها؟ بس امنا بيها من غير من ايه؟ من شوفها. دي اسمها سمعيات، سمعناها وامنا بيها من غير من ايه؟ من شوفها. يبقى موضوع علم التوحيد هو نفس التعريف بالظبط، تعريف الاصطلاح هو نفس التعريف ايه بالظبط. موضوعه ذات الله وذوات الرسل والسمعيات، ذات الله ذات الرسل والسمعيات. كده يبقى خلصنا الجزء الاولاني من التوحيد، اول صفحه واول درس. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد باذن الله. في علم في هعمل لكم حاجه سهله واقول لكم كل حاجه سهله واقول لكم الدنيا ازاي والامتحانات وكل حاجه ان شاء الله باذن الله. تابعوني هتلاقوا كله جديد، بس برضه ما تنسوش الاشتراك فضلا امرا طبعا. تمام ان شاء الله بقى الحصه الجايه هنخش
درس علم التوحيد، لان احنا هناخد دلوقتي فايده علم التوحيد، يبقى احنا خلصنا اول جزء، استنى في الجزء الثاني. طيب نخش بقى على الجزء الايه ده. بس مش محتاجة. طيب كده نبقى خلصنا بقى ايه، كده يبقى خلصنا اول صفحه من التوحيد ده، وكده بقى نستكفي كده بقى نستكفي بالجزء ده يا جماعه خلاص. وان شاء الله باذن الله ناخد صفحه صفحه، طالما لسه منهج جديد على اولادكم ناخد صفحه، ناخد مثلا نحفظ كويس. دي كلها نصايح، ويعني اهم النصايح اللي ممكن اقول لكم الاولى اعدادي، عشان ده اول مره ياخدوا الحاجه دي. هناخد بقى دي بعد كده. خلاص ابني بقى عارف الماده، يبقى ياخد مثلا صفحتين وهكذا. ما تستعجلوش على اولادكم عشان الدنيا تبقى حلوه معاكم. خش بقى على ايه، على الاسئله، ودي بقى ان شاء الله لو لكم ان شاء الله في فيديو تاني هتلاقوه ان شاء الله في صندوق الوصف، وفي الفقه وموجود النحو برده في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.